تخيل إنك محبوس في قفص مع وحش مش قادر تقتله ولا تهرب منه. كل يوم بتصحى مفروض عليك تتعامل مع شخص توكسيك بيحرق دمك. كل كلمة بترد بيها بياخدها سلاح يضربك بيه، وكل انفعال بيبان على وشك بيبقى وجبة دسمة بيتغذى عليها. الشخص ده بالظبط عامل زي بلطجي بيستفزك في الشارع. لو بينت خوفك أو حاولت تبرر له هيطمع فيك أكتر. انت بتتألم لأنك بتحاول تلعب لعبة منطقية مع شخص مريض، وبتلاقي دفاعك كأنه بنزين لمكنة التلاعب بتاعته. الحقيقة إنك بالنسبة له مجرد تلاجة بيفتحها لما يجوع عشان ياخد رياكشن عاطفي. لو كملت تدي للناس دي رد فعل، بكرة مش هتلاقي في نفسك حتة سليمة، لأن محدش بيسأل الأكل اللي في التلاجة ممكن أكلك ولا لأ. وهتتحول لمسخ خايف يتكلم، وعايش في سجن هم اللي بنوهولك طوبة طوبة. خلينا نبدأ بالشغل. مديرك النرجسي بيحاول يطلعك فاشل قدام زمايلك عشان يداري على نقصه. بيدخل عليك فجأة ويرمي تعليق مستفز ويقولك انت بطيء جدا، زمايلك بيخلصوا أسرع منك. الغرض مش تقييم شغلك، الغرض هو استفزازك عشان تتوتر وتغلط أكتر ويثبت لنفسه إنه مسيطر. هو بيستخدم سلطته عشان يمارس عليك ضغط نفسي، يخليك دايما حاسس بالتهديد. الضحية الساذجة هترد بانفعال وتبدأ تشرح وتبرر وتقول أنا شغال على مشاريع كتير ومضغوط. الرد ده بيدي المدير النشوة اللي بيدور عليها، وهو كده نجح يحطك في موقف المدافع الضعيف اللي بيشحت الاعتراف بمجهوده. كل تبرير بتقدمه بيتحول لدليل ضدك، بيستخدم عشان يحسسك بالتقصير. كان المفروض تتجاهل ده تماما وتلبس وش خشب مفيش أي ملامح، وترد بكلمتين اتنين بس مفيش غيرهم: حاضر، هسرع الريتم، وتقطع التواصل البصري وترجع تبص في شاشتك وتكمل شغلك ببرود. في علاقاتك، صاحبك النرجسي بيستخدم الابتزاز العاطفي عشان يمشيك على مزاجه، ويرمي كلام مبطن عشان يضغط عليك، ويقولك انت اتغيرت وما بقتش تسأل عليا زي الأول، باين ان في ناس تانية أهم مني في حياتك. الهدف هنا انه يرمي عليك عبء الإحساس بالذنب عشان تجري وراه وتثبت له العكس وتقدم تنازلات عشان ترضيه. ده نوع من الجاس لايتنج العاطفي، بيخليك تشك في نفسك وتحس انك شخص مقصر. الضحية هنا بتاكل الطعم وبتبدأ في وصلة اعتذارات ملهاش أي لازمة، وتحلف وتتأسف وتشرح ظروفها ومشاكلها عشان تثبت إنها ما اتغيرتش. الصاحب ده بيقعد يتفرج عليك وإنت بتتحايل عليه، ومستمتع بإنك بتنزف عشان ترضيه. هو مش مهتم بظروفك ولا بمشاكلك، هو مهتم بس بإنك بتسعى لرضاه، وكل كلمة اعتذار بتقولها بتزود من غروره وبتأكد له إن تكتيك الابتزاز بتاعه شغال بكفاءة. انت كده بتديله تصريح انه يكرر الاسلوب. التعامل الصح هو إنك تقفل الحنفية العاطفية دي. لما يقولك انت اتغيرت، ترد بصوت واطي وممل وبدون أي تعبيرات على وشك. تقول له ممكن فعلا، الدنيا تلاهي، وتسكت تماما. ما تزودش ولا حرف، ولا تسأل عن رأيه، ولا تحاول تغير الموضوع. السكوت البارد ده بيسحب منه سلاح الابتزاز وبيسيبه يكلم نفسه في الفراغ. والصمت هنا أداة قاتلة. انت بتعزله جوه مساحة من الملل الخانق. هو مستني دراما وتبريرات، بس انت قدمت له عدم اكتراث. النتيجة انه هيضطر ينسحب من الحوار، لانه مش لاقي اي تغذية عاطفية لغروره. في العيلة الامور بتتعقد، لانك مش هتقدر تقطع علاقتك بيهم وتقفل الباب. قريبك السام بيستخدم التجمعات العائلية عشان يرمي سمومه في كلمات ويقلل منك قدام الناس. بيسألك أسئلة شخصية محرجة ويقولك لسه ما ترقتش، أو مش ناوي تتجوز بقى، كبرت. أسئلة متغلفة بالاهتمام المزيف، لكن من جواها رصاص قاصد يضرب ثقتك. هو بيستغل وجود الجمهور عشان يضاعف تأثير الضربة، وعايز يشوف ارتباكك ويثبت للكل إنه في مركز أعلى منك، وإنه يملك الحق في التدخل في حياتك. الضحية بتنفجر من الغضب المكتوم، أو بترد بسخرية دفاعية بتبين قد إيه هي موجوعة، وبتبدأ تهاجم اللي سأل أو تبرر أسباب تأخيرها. الانفعال ده بيفضح نقط ضعفك قدام العيلة كلها، وبيخلي المتلاعب يطلع في صورة الشخص البريء اللي كان بس بيسأل عنك أو بيهزر وإنت اللي أعصابك تعبانة. الحل هو إنك تبقى ممل لدرجة تخنق. لما تتسأل السؤال
بص للشخص نظرة سطحية جدا ورد بصوت واحد مفيش فيه أي نبرة انفعال. قول له كل شيء بأوانه، أو قول له ربنا يسهل، وحول نظرك لأي حاجة تانية في المكان. امسك كوباية الشاي أو بص في الموبايل. الرد الميت ده بيحرمه من المتعة وبيخلي سؤاله يقع في الأرض بدون وزن. الأسلحة المضادة بتبدأ بتكتيك الإجابات المقفولة، لأن النرجسي دايماً بيرمي طعم مفتوح عشان يستدرجك لكلام كتير تغلط فيه أو تظهر انفعالك. القاعدة هنا هي إنك ما تديش أي معلومة جديدة ولا تفتح أي موضوع. كلامك بيكون على القد بالظبط، كأنك بتدفع فلوس على كل حرف بتنطقه. اتعامل معاه كأنه مكنة ATM، بتدخل الرقم السري وبتاخد اللي انت عايزه وبتمشي من غير ما تدردش مع المكنة. الإجابات المقفولة بتعمل بلوك لأي محاولة للتلاعب أو تصيد أخطاء، لأن مفيش مساحة أصلاً للغلط. الجملة اللي هتقولها بالنص عشان تصد المتلاعب هي كلمات منزوعة الدسم، زي أيوة ولأ وممكن وزي ما تحب. كلمات قصيرة مقطوعة بتقتل أي محاولة لفتح حوار. لو حاول يضغط عليك عشان تتكلم أكتر وتبرر موقفك، قول له مفيش حاجة تانية أقولها في الموضوع ده. الجملة دي بتشتغل كدرع فولاذي بيصد هجومه. السلاح التاني هو التشتيت المادي البارد، لأن المتلاعب بيراقب لغة جسدك عشان يتأكد إن كلامه أثر فيك. لازم تفصل تركيزك عنه تماماً وتوجهه لأي حاجة تانية مملة في المكان. ده بيبعت له رسالة لا واعية إنه شخص غير مهم، وإن كلامه ملوش أي تأثير على جهازك العصبي. التجاهل الجسدي أحياناً بيكون أقوى من التجاهل اللفظي، ولما بيحس إن وجوده مش قادر يشد انتباهك، ده بيضرب غروره في مقتل، بيحسسه بالتهميش والضعف، ودي أسوأ مشاعر ممكن يحس بيها أي متلاعب. خطوات التنفيذ بدم بارد محتاجة تحكم عالي في الأعصاب وتدريب. وهو بيكلمك ما تبصلوش في عينه مباشرة، بص لجبهته أو لمناخيره عشان تلغي التواصل الروحي. امسك ورقة وقلم وشخبط، أو انشغل في تليفونك، أو رتب المكان قدامك ببطء شديد. خلي حركتك هادية وردودك متأخرة ثواني عن الطبيعي. البطء ده بيستفزه في الأول، بس بعد كده بيحس إنه بيكلم نفسه. السلاح الثالث التجاهل العكسي، ودي الضربة القاضية اللي بتنهي اللعبة تماماً وتخلي النرجسي يكره يتعامل معاك وتخليه يشطب اسمك من قائمة ضحاياه. الفكرة هنا مش بس إنك ما تتفاعلش، الفكرة إنك تتفاعل بشكل رتيب وممل جدا يخليه هو اللي ينسحب من الحوار، لأنه مش لاقي الإثارة اللي بيدور عليها. أنت بتديله اللي هو عايزه، بس بطريقة تخليه يندم إنه طلبه. بتوافق على كلامه، بس من غير ما تعطيله لذة الانتصار اللي كان بيحلم بيها. التنفيذ بيتم عن طريق إنك توافقه على كلامه السام، بس بلا مبالاة تامة وصوت ميت. لو قالك أنت فاشل ومفيش فايدة فيك، قول له ممكن يكون كلامك صح، وهز كتافك وكمل اللي بتعمله كأنك بتأكد على معلومة عادية جدا. الموافقة الباردة دي بتعمل قفلة في دماغ المتلاعب، لأن سلاحه الأساسي هو مقاومتك ليه، ولما بتشيل المقاومة دي السلاح بيقع. في النهاية، تكتيك الصخرة الرمادية مش ضعف ولا استسلام ولا هروب من المواجهة، ده أعلى درجات السيطرة على النفس وعلى العدو. أنت بتختار بمزاجك إمتى تتفاعل ومين يستاهل طاقتك ومين لأ. النرجسي عامل زي النار، لو قطعت عنه الأكسجين بتاع الانفعال هينطفي ويموت من الجوع. خليك حيطة سد ما بتخترقش ولا بتتهز، وسيبهم ياكلوا في نفسهم. القوة الحقيقية مش في إنك ترد الضربة بضربة، القوة هي إنك تخلي ضربة العدو تمر في الهوا من غير ما تلمسك ومن غير ما تكلفك أي مجهود. لو فهمت اللعبة واستوعبت، انزل دلوقتي اعمل لايك واشترك في عائلة أبيض واسود. احنا هنا بنبني جيش من العقول اللي ما بتتقهرش وما بتسمحش لحد يمتص طاقتها ولا يتلاعب بيها. شارك الفيديو ده مع أي حد عارف إنه محبوس مع شخص نرجسي وخليه يفتح عينه، وصدقني مستقبلك أولى بطاقتك دي. واستنى الفيديو الجاي لأننا هنكشف تكتيكات أعمق.